واحدة من أهم الحاجات اللي بتسأل نفسك عليها كل يوم وهي أنا إزاي أكون شخص ناجح؟ أو إزاي مثلا أعمل فلوس حلوة في الشهر؟ في خلال الفترة ديت والعصر اللي احنا فيه اللي هو عصر التكنولوجيا بقت في سباقات كبيرة جدا ما بين ناس كتير جدا انك ازاي تكون ناجح. انت ناجح، لا انا انجح منك في كذا، انت جامد انا اجمد منك في كذا، وهكذا. الموضوع بقى حرفيا مش سهل، الموضوع بقى صعب. بس الفكرة، هل انت عارف اصلا ازاي تكون شخص ناجح؟ هل انت عارف ازاي تقدر تعمل فلوس حلوة خلال الشهر مثلا؟ انت لو بصيت حواليك هتلاقي المعظم بنسبة كبيرة جدا الظروف بتاعتهم مش افضل حاجة خالص. فانت هتقول بس هما ظروفهم مش حلوة، اكيد مش انا الفلتة يعني اللي هخرج فخلاص هتأقلم معاهم. هو ايه كذا انا هبقى كذا وخلاص، خلصت وكلنا كده، وما ينطبق على الجزء ينطبق على الكل، وتمام زي الفل واتعشت وخلاص كده. الفيديو دوت هقول لكم ازاي تكون شخص ناجح، ازاي تقدر تعمل فلوس كويسة، واي حاجة انت عايز توصل لها ازاي تقدر حرفيا على ارض الواقع توصل لها. ودوت على باب التشويق بس. الفيديو دوت مدته يعني مش تبقى كبيرة، بس تأثيره على حياتك هيبقى كبير جدا جدا جدا. فكافئ نفسك وفيد نفسك بانك تشوف الفيديو دوت. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. الناس اللي موجودة في قناتي يشرفني جدا وجودكم في قناتي. انزل اضغط لايك واكتب كومنت حلو، ولو انت اول مرة تشوفني احب اقول لك منور القناة. انا محمد سعد بنزل فيديوهات عن تطوير الذات، ازاي تكون افضل في حياتك. هدفي هنا في القناة ان اغير حياتك وحياتك ولو 1% بس للافضل. مش تخسر حاجة لو عملت لايك او سبسكرايب او كتبت كومنت حلو يشجعني ان اعمل فيديوهات اكتر. وبس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو. خلينا نبدأ الفيديو بسؤال هيفيدك وهيفيدك جدا، وهو انا كمحمد سعد بسألك وبسألك دلوقتي ازاي انا كمحمد سعد اكون شخص ناجح. والله بجد انا بسأل. يا ريت توقف الفيديو مثلا 3 ثواني، 3 ثواني حلو جدا، او يا عمي وقف الفيديو براحتك واكتب لي في الكومنتات ازاي انا اكون شخص ناجح. طبعا انت لو سألت اي شخص في حياتك ايا كان ازاي اكون شخص ناجح، هيقول لك مثلا ايه حاجات بديهيات، زي مثلا انك لازم تصلي كويس، تلتزم في صلاتك، تهتم بالطاقة الروحانية، لازم تبر باباك ومامتك، يبقى عندك برضه بر الوالدين، لازم مثلا يبقى تنظم وقتك، تظبط اولوياتك، حاجات كتير جدا. صح؟ تمام، حلو جدا. السؤال المهم اللي انا عامل الفيديو ده اصلا عشانه، هل الشخص اللي قالك كده هو فعلا بيعمل الكلام ده؟ الاجابه بنسبه كبيره هتبقى لا. طب السؤال الاهم دلوقتي، اما هو عارف ازاي يكون شخص ناجح والحاجات ديت يعني اساسيات في حياته، هو ليه ما بيعملش الكلام دوت؟ عزيزي المشاهد، عزيزاتي المشاهده، يوسفني ان اقول لكم ان كل واحد فينا عنده داتا في دماغه عظيمه جدا من اول ما اتولد لحد دلوقتي، خلال مراحل حياته بيكتسبها، وهي انه ازاي يكون مثلا شخص ناجح او ازاي يعمل فلوس كويسه. كل الحاجات دي داتا في دماغك موجوده عظيمه جدا، بس ما بتتعملش ليه؟ ما بتتعملش عشان اسباب كتير جدا. وانا ظبطت الموضوع دوت في اني فلترت لكم الاسباب ل3 اسباب، وهما اول حاجه ممكن يكون شخص خايف انه ينجح. هتقول لي خايف انه ينجح؟ هو في حد اصلا بيخاف انه ينجح؟ اقول لك ان العقل مصمم ان هو بيحب منطقه الراحه، فانت بتحب منطقه الراحه، ففي حاجه جديده اللي هو نجاح. يا عم لا، نجاح ايه بقى وفي التزام وفي ضغط وفي صحيان بدري وفي ليله؟ لا، انا سيبني كده زي الفل، بس انا عارف انا ازاي اكون شخص ناجح. يعني انت لو سالتني قلت لي انت ازاي تبقى شخص ناجح، انا هقول لك داتا عظيمه جدا جدا جدا. بص هقول لك شويه معلومات لوز، بس الفكرة لا، انا مش هطبق دوت. شخص خايف انه ينجح، وفي شخص تاني مش معتقد اصلا ان هو هيقدر يوصل للحاجة دوت، اللي هو مثلا ايه،
ياد انا اللي بقعد معاك على القهوه وبنهزر وبتاع، انا اللي هبقى شخص ناجح بقى وبقبض مثلا 100,000 في الشهر والكلام ده. يا عم لا يا عم ما تهزرش. بس اقول لك على حاجه، انا ممكن شخص اقول لك كويس قوي ازاي تقبض 100,000 جنيه في الشهر. انت تعمل وتعمل وتعمل وده هيجيب ده وهتودي في ده. وعلى فكره ممكن يكون بيقول لك افكار جامده جدا، جامده جدا بمعنى كلمه جامده جدا. بس الفكره لا انا مش هطبق. ليه؟ اصل ما مش معتقد ان انا اقدر اعمل الكلام ده، مش معتقد ان انا ممكن في يوم من الايام اقدر اوصل للكلام ده. ده شخص تاني. شخص تالت، الشخص دوت ما بيكونش عارف قدراته. هتقولي مش عارف قدراته ازاي يعني يا محمد؟ هقول لك مش عارف قدراته، يعني هو فاكر ان هو مثلا لو انت قلت له ازاي ابقى ناجح هيقول لك داتا ومعلومات كويسه جدا، بس هو فاكر ان اللي هو بيقول لك دوت هو ما يقدرش يعمله. ازاي يعني؟ مثلا اصحى بدري بس انا مش هقدر اصحى بدري، صلي بس انا مش هقدر اصلي، نظم اولوياتك بس انا مش هقدر انظم اولوياتي، نظم وقتك بس انا مش هقدر انظم وقتي. بص انا حاولت ومعرفتش، خلاص انا مش قادر، الموضوع بعيد عني، الموضوع بص برايا. وفي طبعا اشخاص تانية ليهم اسباب تانية، بس الفكرة انا جمعت لكم الثلاث اسباب دولت اللي هو الناس عارفة ازاي تبقى ناجحة او ازاي تقدر تعمل فلوس او ازاي تغير حياتها حرفيا 180 درجة للافضل، بس ما بتعملش. انا بقى مش هقول لك كده المعلومات ديت واسيبك وامشي وخلاص كده الفيديو خلص وده اللقاء في فيديو اخر وخلاص وكده، لا اقول لكم الحل. بس الفكره يعني انا بكلمك دلوقتي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده، طالما احنا عارفين ازاي ننجح وازاي نعمل فلوس او ازاي نبقى اشخاص افضل في حياتنا، ليه ما بنعملش كده؟ السؤال انا بجد وانا بكتب السكريبت فضلت افكر كتير وفضلت سالت ناس يعني مهمه في حياتي، سالتهم عن الحوار دوت وبرضه ما قدرتش اوصل لنتيجه يعني اللي هو ايه منطق ليها علاقه بالمنطق. ايه ليه ما بنعملش الكلام ده؟ والله العظيم في ناس على القهوه، يعني مش اللي هو بقول لك لا، في ناس بتقعد على القهوه انت لو كلمتها عن مثلا الحياه او عن الفلوس او عندهم معلومات قسما بالله عظيمه بمعنى كلمه عظيمه. بس لا انا ما لا النجاح ده مش بتاعي، معلش الفلوس الكتير دي لا مش بتاعتي، انا خايف من الحوار ده. اللي هو احنا وصلنا في شخص خايف ان هو ينجح، والله في خايف. يعني بتقولي بس النجاح جميل، هو النجاح جميل جدا طبعا وليه بص مميزات كتير جدا طبعا، بس مقابل المميزات مقابل التعب مقابل الحاجات اللي هتشوفها، بس خايف ينجح. طيب بقى يعني احنا كده خلصنا جزء كبير في الفيديو، عايزين نوصل لأهم جزء في الفيديو وهو ايه حل الموضوع ده. الحل عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة وهو بكل بساطة، يعني هتستغرب من الحوار دوت بس الفكرة في التطبيق على أرض الواقع. خليني أقول لك حاجة، أنت دلوقتي عارف معلومة تمام، وأنا كمحمد سعد معرفش المعلومة ديت وأنت ما طبقتهاش وأنا ما طبقتهاش، هل في حاجة هتفرقنا؟ بالعقل والمنطق اكيد لا. ليه؟ لان ما طبقتهاش وانت ما طبقتهاش، انا ما اعرفهاش بس انت عارفها بس انت ما طبقتهاش. فاهم الفكره؟ فطالما انت عندك معلومه بكل بساطه طبقها، بس النتائج مالكش دعوه بالنتائج. بس انا ممكن مالكش دعوه، اغلط هتتعلم هتبقى جامد في الحوار دوت، هتبقى حاجه كويسه. طيب انا ممكن مثلا اعمل كده واطبق وانجح بس الموضوع بعد كده يبوظ مني، هتبقى اتعلمت حاجه كبيره جدا، ولما تبدا تاني الغلطه اللي غلطتها ديت مش تغلطها تاني، صح ولا ايه؟ فالفكره بكل بساطه ابدا طبق على ارض الواقع. ابدا شوف مثلا انا ازاي اكون ناجح ان انا اصلي، حلو جدا ان انا اصلي، طب بس الصلاه تقيله معلش بس نتائجها عظيمه، هصلي. مثلا اذا انظم وقتي، طيب انا معرفش انظم وقتي، ازاي انظم وقتي؟ اتعلم ازاي انظم وقتي وانظمه. ترتيب اولويات، معرفش ارتب اولوياتي، اتعلم ازاي ارتب اولوياتي ارتبها. مثلا ان انا اصحى بدري، بس انا ما بحبش اصحى بدري، لا اتعلم ان انا اصحى بدري، اصحى اعمل كذا اعمل كذا. مثلا ان انا اعمل تمرين تامل عشان خاطر افصل دماغي شويه، انا ما بعرفش، اتعلم ازاي اعمل تمرين تامل. كل الحاجات ديت يعني المعلومات ديت عندك في دماغك. والله انا مش طالع اقول لك ازاي تبقى ناجح او ازاي تعمل فلوس، انا طالع اقول لك ان الحاجات دي عندك اصلا وعندك انت كمان، بس الفكره
مش بنعملها، مش عارف ليه. يعني لحد دلوقتي انا مش عارف ليه، مقارنة بقى ان انت مش عارف تنجح او خايف تنجح او ايا كان الاسباب اللي احنا قلناها. بس الفكرة انك الخوف من النجاح حاجة، وانك خايف توصل للنجاح ده حاجة تانية خالص. والنصيحة الأهم اللي أقولها لك وأنت بتبدأ تطبق، وهي ما تخافش من النتائج، وخليك قوي وصبور وعندك عقل ذكي يقدر يفكر ويحلل ويفلتر كل حاجة حواليه ويقدر يوصل لنتائج عظيمة. والغلط كده كده يعني هو في الرحلة أساسي، أساسي بمعنى كلمة أساسي. ما تقولش مثلا أنا خايف إن أنا أنجح عشان خاطر كذا، لأ، ابدأ انجح وشوف ايه الغلط اللي هتقع فيه وهتعدله وظبطه علشان توصل للي انت عايزه في الاخر. ازاي من فلوس مثلا؟ هتقول لي هعمل مشروع كذا، حلو، انت شايف نفسك في المشروع دوت، ابدأ اعمل دراسة على ارض الواقع، ابدأ روح اسأل جرب، شوف، لم معلومات، تمام، ابدأ بقى، خلاص انت عندك كل حاجة، ابدأ. اما تبدأ في حاجات هتتعلمها، حاجات تغلط فيها، اللي هتغلط فيه هيعلمك، واللي انت اتعلمته اصلا هيفيدك، حتى لو مفيدكش دلوقتي هيفيدك بعدين. اي حاجه تيجي قدامك اتعلمها، دوس يا معلم، اي حاجه ايا كانت ايه. وانت كمان نفس الموضوع، الفكره في التطبيق. طيب حلو جدا، احنا بص يا محمد احنا طبقنا والموضوع بدأ يظبط، حاجات اتعلمنا منها وحاجات ما اتعلمناش منها وبنبدأ نظبط. بس الواحد حاسس ان الموضوع صعب برضه، يعني الموضوع صعب. هقول لك بكل بساطة، الأعظم من النجاح هو استمرارية النجاح، إنك أنت تكون مستمر. خلاص أنا مثلا طبقت الحاجات اللي إزاي تخليني شخص ناجح. أقول لك على حاجة، هسألك سؤال، إزاي تخش الجنة؟ أنا بسألك وبسألك أنت كمان، أخويا وأختي بسألكم، إزاي نخش الجنة؟ هتقول لي صلي، اقرأ قرآن، احفظ قرآن مثلا، سبح ربنا، اعمل حاجات كويسة، تزكى، هتقول لي حاجات كتير، صح؟ صح. طب الحاجات ديت انت عارفها صح؟ انت ليه ما بتطبقهاش؟ طب انت قلت لي المعلومات ديت، انا ممكن اخدها منك واطبقها، تمام، انت تاخد حسنات زي الفل، بس انت ليه ما تطبقهاش لنفسك؟ يعني ليه الكنز العظيم اللي جوه دماغك دوت ما تبدأش تطبقه على أرض الواقع؟ ليه؟ أنا برضو بكلمك دلوقتي من حتة إن أنت حرفيا عندك معلومات عظيمة، يعني أنت في دماغك عندك معلومات عظيمة. مش هقولك إن أنت أجمد حد في الدنيا لأ، بس أيا كان، في يوم من الأيام قعدت مع حد قالك معلومة دخلت جوه، ممكن تكون جت في دماغك دلوقتي، وسعت يعني أنا دلوقتي بوسع منظورك، دماغك ووعيك وإدراكك في إنه يكون أوسع، فيخليك تعرف معلومات هي عندك أصلا، هي جوه أصلا، يعني هي عندك، أنت فاهم؟ فالحل وهو تبدأ تطبق على أرض الواقع وتستمر في الحوار دوت. ولما توصل بقى، يعني لما توصل إذا كان ناجح أو معاك فلوس أو أيا كان أنت عايز تعمله، ما تنساش وهو إنك في خلال الرحلة ديت تكون عندك شخص، مش شخص، يعني تكون بتدعي ربنا ان هو يا رب انا داخل على خطوه فلانيه، وبص انا اكرمني ولو في خير قربوا ليا ولو شر بعيد. حاول تدعي لربنا وهيوفقك طالما نيتك كويسه وانت بتعمل حاجه ديت عشان عايز فعلا تبقى شخص احسن، هيوفقك. ولما تعمل كده هتلاقي حياتك فجأة واحدة، مش في هتدوس على الزرار خلاص خلصت بقيت شخص ناجح جدا، لا، هتلاقي الموضوع واحدة يخليك شخص بقيت الله، طب ما انا بقيت شخص ناجح اهو، الله طب ما انا بقيت شخص اقدر اعمل معايا فلوس اهو، طب ما انا بقيت شخص افضل في حياتي، بقيت افضل من النسخة اللي انا كنت عليها اصلا. فاهم؟ الموضوع كله والله العظيم في دماغك هنا. ومش عارف احنا طولنا ولا لأ، بس أنا يعني بحاول بقدر الإمكان أوصل لك معلومات هتفيدك في حياتك. يعني أقول لك على حاجة، ممكن مثلا تشوف الفيديو دوت أنا بعد ما أخلصه، أنا يا عم قلت في الفيديو دوت معلومات صح، تمام، خدها اشتري مني، ابدأ طبقها، هتفيدك في حياتك أنت، أنا مش هفيدك في أي حاجة. فأنا الهدف من الفيديو دوت مش إن أنا أطلع أقول لك بقى أنا شخص ناجح وأنا شخص جامد، لأ، مش خالص والله. انا يعني بدات اسال نفسي السؤال ازاي اكون شخص ناجح، لقيت المعلومات عندي، سالت ناس كتير لقيت المعلومات عندها، بس الفكره مفيش ولا شخص ناجح. ليه؟ عشان مش بيطبقوا. فحبيت اوصل لكم
الرسالة. ويا رب يكون الفيديو دوت فاتكم. لو استفدتم من الفيديو انزل اضغط لايك وسبسكرايب واكتب لي كومنت قول لي ايه الحاجة اللي انت هتبدأ تطبقها وهتبدأ تعملها في حياتك. ولو ربنا كرمك وطبقت حاجة مثلا ووصلت لحاجة عظيمة في حياتك، فدوت قبل ما يفرحك فرحني جدا ان انت وصلت للحاجة ديت، وان انا قدرت اثر عليك انك تكون شخص احسن. دي حاجة مفرحاني جدا. وتبقى ابعتلي قول لي ان انت مثلا قدرت تحقق كذا، ابعتلي على الانستجرام او على الماسنجر اي حاجة، انا سايب الحاجة في الوصف. تمام. ابعتلي وفرحني عشان خاطر اشارك الحاجات دي برضو مع الناس واعرفهم ان اللي عايز يوصل لحاجة يوصل لها، بس الفكرة هنا. والى هنا تنتهي حلقة النهاردة. كانت حلقة جميلة جدا جدا، وانا مبسوط ان انا قدرت اوصل لكم الموضوع بالعظمة ديت. الى اللقاء في فيديو اخر. سلام.